بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم المرسلين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. فيديو النهاردة أنا مش هتكلم عن الفيديو، انتوا الصورة خير دليل، انتوا هتشوفوا تتفرجوا مع نفسكم. بس أنا حابة بقى قبل أي حاجة كلنا كده نعود نفسنا لما نيجي ننام، لما نيجي نتفرج على تلفزيون، لما نيجي نعمل شغل بيتنا، لساننا يكون رطبا بذكر الله أولا، ثم الدعاء لأهل فلسطين بالنصر، وإن ربنا يربط على قلوبهم ويصبرهم وينصرهم، ينصرهم دايما يا رب. يا رب انصرهم يا رب. يا رب انصر فلسطين يا رب. يا رب انصر فلسطين يا رب. اللهم انصر فلسطين دايما وأبدا يا رب. يا رب انصر فلسطين. وعشان ندعي الدعوة دي وربنا يستجيب مننا لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنصر بها فلسطين وفك كربها وتزيح غمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنصر بها فلسطين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنصر بها فلسطين. يعني احنا عايزين نبقى شغلنا الشاغل ان احنا اضعف الايمان، مش قادرين نعمل اي حاجة غير الدعاء. طبعا عارفين الدعاء بيصد القدر وفك الكرب وزيل الهم وزيل الغم. فربنا فوق كل شيء قادر ان هو يمحي اسرائيل في ثانية، بس ليه حكمة ان هو يعني صابر لحد دلوقتي لحكمة، وساكت لحد دلوقتي الحكمة قادر يمحيها في في سنته ثانية. بس ربنا حكمته هو اعلى واعلى من بيها. فاحنا ندعي كلنا ودعوة الملايين ان شاء الله باذن الله تستجاب. والله العظيم احنا ما بنشيل يعني فلسطين من دماغنا خالص، والصور المبكية والمحزنة للأسف قدامنا على طول. يعني احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي احنا فيه. يعني تقدروا تقولوا من شهر واكتر كده او حاجة من قبل 7 اكتوبر كنا دايما يعني كان كتير قوي مننا بنتمرد على حاجات كتير في حياتنا. لما جت أزمة فلسطين حسينا ان احنا كنا صغيرين جدا لما تمردنا في الحاجات دي، وحسينا ان احنا يعني قليلين خالص. إيه لما كنا حاسين بالنعمة اللي احنا فيها، ما حسيناش بيها غير لما شفنا أزمة فلسطين والدمار اللي فيه أطفال فلسطين. أقل حاجة بس يعني مش لاقينها، أقل حاجة ان هما يناموا بين 4 حيطان مقفولة عليهم، حتى مش لاقينها، لا مية ولا هواء نقي، كله ملوث بالدمار اللي دمرته إسرائيل في البلد. ولا طعام ولا مأوى ولا كهرباء ولا أي حاجة في أي حاجة، حتى أدنى حقوقهم ملهمش فيها خالص. ولا ليه ولا يعني بالنسبة لهم الجزء اللي عايش منهم دلوقتي يعتبر ميت مع إيقاف التنفيذ. الحياة اللي هم فيها علمتنا كتير، علمتنا كتير جدا جدا جدا، ان احنا نرضى بأي شيء نبقى فيه، ونرضى بأقل القليل. بجد احنا لو الكهرباء قطعت علينا ساعة يعني تقدروا تقولوا ان احنا كنا يعني نقول ايه القرف اللي احنا فيه ده، ايه العيشة المرة دي، ايه الحياة دي. لو النت قطع يعني ربع ساعة يبقى الجن جنون الأطفال عندنا والشباب والكلام ده كله. يعني لو الكهرباء قطعت والمية قطعت والحاجات دي قطعت عندنا، اقسم بالله اليوم كله الواحد ما عاد هيفرق معاه، ولا عاد هيحزن، ولا عاد هيتمرد زي الاول ابدا. لان احنا شفنا قد ايه هم عظماء جدا ومتحملين ومتكاتفين كلهم بايد واحدة ومتعاونين على
الاذى اللي هم فيه ده كله، برغم الاذى والدمار اللي هم فيه، ومفيش اسرة ما ماتش فيها يعني اكتر من فردين وتلاتة. يعني انا بشوف الفيديوهات، الاب يبقى دكتور في المستشفى ويقولوا ابنك توفى، يقول لهم انا ابني دلوقتي الصغير توفى، الكبير توفى الصبح، شاب 23 سنة، ودلوقتي دلوقتي طفل 7 سنين. فالواحد آه ما شاء الله على قوة ايمانهم وصبرهم والعزيمة والإرادة اللي عندهم. بجد احنا اتعلمنا من فلسطين كتير جدا جدا جدا. ايوه اي نعم، احنا كان الحاجات موجودة عندنا بس بقلة. في الزمن ده كان شغلنا الشاغل السوشيال ميديا واللي بيحصل فيها والحياة اللي كلها كماليات. لكن بعد اللي شفناه مع فلسطين بجد الواحد حزين، حزين ان احنا يعني في ايام عدت واحنا ما كناش راضيين على حالنا، مع ان حالنا ده في غيرنا بيتمنى 1 من 1000 منه. فبجد يعني شبابنا يا ريت يكون اتعلم، اولادنا يكونوا اتعلموا، احنا اتعلمنا. فلسطين علمتنا كل حاجة حلوة، علمتنا يعني لسنين عمرنا الجاية والأحفادنا نحكي لهم. يعني بجد ناس من العظماء. احنا عندنا الفراعنة من 7000 سنة، ودلوقتي الفلسطينيين علمونا. بجد اللي اتعلمناه منهم مش قليل. عندهم يعني تقبل القدر. يعني احنا لا قدر الله حصل اي ازمة بس لابنك او اي حاجة بعد الشر، الواحد بيبقى بيموت، ويعني ساعات بيثور كده وبينسى نفسه. لكن هم ما شاء الله يعني الاب والام بيفقدوا ابنائهم كلهم وبيقولوا ماله شهداء عند ربنا. احنا مخلفينهم للنصر وللشهادة. يعني ما شاء الله يعني قوة ايمان ما شاء الله عليهم. ربنا يزيدهم ايمان وينصرهم يا رب فلسطين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة. اللهم انصر فلسطين يا رب العالمين. لازم ننهي صلاة القيام الليل في الفجر، في 5 فرائض، ندعي في السنن، ندعي في النوافل، ما ننساش فلسطين خالص. احنا مش قادرين غير احنا ندعي، مش قادرين نروح نحارب عشان ننجيهم اللي هم فيه. كل دعوتنا ليهم دي كل شيء نقدر عليه، وقادر ربنا على كل شيء. يعني انا بدعي ربنا يبعث لهم طيرا ابابيل ترميهم بحجرة من سجيل، يقول الله العظيم، زي ما باعها كده لقوم ابراهيم لما جابوا القفيلة وراحوا جابوا يهدموا الكعبة. نفسي ربنا يعمل معهم كده، نفسي ربنا يعمل معهم كده بجد. واحد بيشوف الفيديو قلبه بيتقطع، بيحزن بيبقى يعني مش من العجز اللي الواحد فيه، حزن الواحد بيزيد اكتر. بس مش قادرين نعمل حاجة، مش قادرين نعمل حاجة. لو بايدينا هنجتمع كلنا ونروح، مش هتاخد في ايدينا غلوة والله. بس ما ينفعش يبقى في نحل الدمار بان احنا نحارب. هتبقى صعبة لان الحرب مش سهلة. هو احنا لازم عشان نحارب لازم، مش عايزة اتكلم في السياسة عشان انا ما اعرفش فيها قوي، وبرضه يعني ممكن الناس تاخد مني الكلام وتفهمه وتمشي بيه، بلاش نتكلم في السياسة. هنرجع تاني نقول ان احنا نقدر عليه دعوتنا ليهم، وقادر على كل شيء ان هو يستجيب دعوتنا. الفيديو النهاردة طبعا شفتوه روتين في السطح. الشتا جه والسطح كانت راحة، كان من الصيف اللي فات يعني ما يعلم بها ربنا. فقلت بقى الواحد بص، يعني الواحد والله اقسم بالله تعبان، ومن زمان ما نزلتش فيديوهات من ساعة احداث فلسطين دي. انا من الناس اللي بتحزن بسرعة وبتأثر فيها الحزن فترة طويلة، يعني من اقل حاجة احزن والحزن يقعد معايا فترات طويلة. يعني انا من الناس اللي كده
اللي بتأثر معي، او مش من الناس الباردة كده اللي ولا كأن في احداث حواليها بتحصل، ولا اطفال بتتشرد، ولا اطفال بتصرخ من قلبها وتنده فين امي، فين اختي، فين ابويا، وهم راح شهيد. مش قادرة اشوف كده واتعامل بشكل طبيعي، انزل فيديو واضحك واعمل واتعامل بشكل، مش قادرة والله. فيديوهات كتيرة جدا عندي على الموبايل، مش نفسي منتج. انا ممكن اشوف فيديو صغير بس كده عن اخبار فلسطين، اقعد عليها كام يوم تعبانة، على ما اهدى ارجع الاقي فيديو تجي قدامي تاني واحد بيتعب، واحد حاسس ان هو ملوش نفس لا ياكل ولا يشرب ولا يخرج، ولا حاسه ان لو اكلنا وشربنا وخرجنا وعشنا حياتنا ان احنا كده، ان انا كده خاينه، ان انا كده يعني واحده وحشه. بجد والله العظيم مش بنفق والله. الواحد ساعات بيعاقب نفسه يقول ايه يعني، ما انا مش هفطر ومش هتغدى واقعد ساعات طويله جدا، اكتر من ساعات الصيام العادي اللي احنا بنصومه في رمضان، عشان يشوف ويجرب ازاي الاطفال بتحس بالجوع. في اطفال كتيره ماتت سمعنا عنها، كانت طالبه من اهلها الاكل وما لحقش تاكله وماتت. احداث كتيره والله، احداث كتيره مهما حكيت انتوا عارفين اكتر منه وبتشوفوا اكتر مني اكيد. انا يعني من الناس اللي تعبت، ومن كتر التعب ده نفسيتي يعني تعبت جدا، مش قادرة يعني في حياتي كده ان انا اتعامل بشكل طبيعي. حاسة ان الحياة ناقصلها حاجة، ناقصلها ناس، في ناس مش فرحانة، في اطفال متدمرة. فحاسة ان صعب عليا ان اعيش حياة كاملة وفي غيري اصلا مش لاقي جزء من مليون من الحياة دي. فبجد ربنا ينصرهم ويثبت ايمانهم ويثبت قدمهم في وطنهم، ما يخرجوا منه ابدا. ان شاء الله فلسطين مش تخرج من بلدها ابدا، مش تخرج ابدا من بلدها، وربنا هينصرها ان شاء الله باذن الله، باذن الله، باذن الله هينصرك يا فلسطين. بس يا رب، يا رب، يا رب عجل النصر يا رب، عجل النصر لفلسطين يا رب. يا قادر على كل شيء، يا صاحب كل شيء، يا مالك كل شيء، عجل النصر لفلسطين يا رب، عجل النصر لفلسطين يا رب. انصرها يا رب، انصرها يا رب، انصرها يا رب. بص انا بكلمكم وانا والله يعني آه شايفة كل الاطفال اللي بتصرخ قدامي كده قدام عينيا. يعني لسه شايفة فيديو من فيش من 10 دقايق، واحد بيقول لابوه فين امي، فين امي. فراح واحد رد قال لي ماما شهيدة. التاني يقول له اختي ماتت قدام عينيا. والتالت يقول ابني مات. يعني بجد مفيش منه غير يعني، وفي حد يعني اتحصرت عليه بيقول ايه ده اللي باقي من ابني، ماسك كابد بيقول ده اللي باقي من ابني. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل 40 مرة في إسرائيل. عديمة الرحمة، عديمة الرحمة. يا رب انصر فلسطين يا رب، واهزم إسرائيل يا رب، اهزم إسرائيل يا رب، وانصر فلسطين. إن شاء الله بإذن الله هينصرك يا فلسطين، إن شاء الله بإذن الله. عايزة بس أقول لكل واحدة صاحبة قناة كبيرة وليها متابعين كتير ما شاء الله في القناة، ربنا يوسع عليها ومشاهدتها عالية. يعني أول دقيقة للفيديو بتاعك اعتبري يعني دي حاجة لله، طلعها لله. اطلبي من جمهورك، يعني انت ربنا اداكي الحب والقبول من الناس، خلاص حق الناس دي عليكي بقى، اللي هم فلسطين، ان انت يعني تطلبي من جمهورك الكبير ده دقيقة كده ندعي يا جماعة لفلسطين، لعل وعسى الدعاء يستجاب وربنا يرضى علينا. لما كل واحدة عندها قناة وعندها جماهيرية ومتابعينها ومشاهدين كبار
ما فيهاش حاجة لما نبدأ نص دقيقة، 30 ثانية او 60 ثانية، مش كتير على فلسطين، مش كتير عليها والله. ده يعني اقل واجب علينا، اقل واجب علينا. اطلبوا من متابعينك ومشاهدينك الدعاء، هما بيحبوك يسمعوا كلامك. في ناس الدنيا واخداها ويعني لهو الدنيا كتير ومشاغلها وحاجات يعني كتير اوي شغلة الناس، ممكن شغلهم كمان عن الدعاء ولهيهم. فانتي الفيديو بيتفرجوا عليه من اول للاخر، لما يسمعوا اول دقيقة كده انك بتقولي ادعوا لفلسطين، هما ساعتها هيدعوا وربنا ان شاء الله باذن الله. دعوة 40 غريب مستجابة، ما بالكوا بقى لما تكون دعوة ملايين، ان شاء الله تستجاب باذن الله، وربنا ينصر فلسطين باذن الله، ويعني ياخد بحق فلسطين من اسرائيل، يعني ينصر فلسطين. وعايزين حق الاطفال يا رب، اطفالك احب شيء الى الله هم الاطفال. بقول لك الاطفال احباب الله، دايما اسمع طول عمري كده كانت امي تقول لي ربنا احب حاجه اليه الطفل. طفلك يا رب متبهدل، طفلك يا رب محروم من لقمه، طفلك يا رب اسرائيل مدمراه من كل حاجه. انصر اطفالك يا رب، انصر اطفالك واهلهم يا رب.